تقليل من نادي وتريقة على اللعيبة وهجوم على المدير الفني، دعم إعلام واستعداد للاحتفال. لكن الزمالك ورجالته ردوا على الكل جوه الملعب وبراه كمان. كل ده في حلقة النهاردة عن فوز الزمالك بسوبر القرن. حكاية السوبر ليها جزئين، جزء كان قبل الماتش وجزء تاني أثناء وبعد الماتش. هنبدأ باللي قبل الماتش والأحداث الكتير اللي حصلت، وكلها كانت تقليل من الزمالك ونفخ للنانوس وتهيئته للفوز. بداية من تركي اللي اشترى الماتش من الاتحاد الأفريقي ورسمي خلاص هيتلعب في السعودية، واحنا أصلا لسه لاعبين نهائي كاس مصر هناك، وكلنا شفنا ايه اللي حصل والانتماء الواضح للعصابة. وكلمة العصابة دي هو اللي قايلها مش أنا. المهم إن جمهور الزمالك ما حاولش يشغل نفسه بالكلام ده، ورفع شعار يا ناس يا ناس زمالك عايز الكاس. لكن ده ما منعش إعلام بلدنا المحايد فشخ إنه يقلل من الزمالك وينفخ في الأهلي ولاعيبته. بداية من تصريحات بلال الهنش اللي قالك الزمالك أحسن ليه ما يسافرش أصلا، وإنه بمستواه ده مش هيعرف يجيب كرة في العارضة حتى. ده غير مجدي عبد الغني الشهير بالبرازيلي اللي قالك إن الزمالك هيشيل 3 ومش هيعرف حتى يجيب جول، وكأن الزمالك ده نادي درجة تانية. خلصت كده؟ لا لسه. فجأة لقينا الرابطة واتحاد الكورة عاملين للأهلي احتفالية لتسليم الدوري بعد ماتش جورماهيا، لا وكمان درع جديد وبحضور جماهيري في استاد القاهرة، في رسالة واضحة للكل، وهي إن النادي ده هو اللي بيمثلنا، وإن النادي التاني ده مش من مصر أصلا. لحد ما وصلنا لسيف زاهر اللي جاب صورة لمدام إلهام وهي بتمرن وسام على الاحتفال. كل ده بيحصل قبل سوبر القرن، المفروض إنه بين فريقين من مصر على الورق، لكن في الواقع الأهلي بتاعهم، أما الزمالك فهو بتاعنا احنا. فلو كل ده مش دعم وتهيئة الفريق على حساب فريق، يبقى قول لي انت ده اسمه ايه؟ كل اللي قلته ده حصل واللعيبة كانت شايفة وسامعة كل حاجة بتتقال عليهم وعلى ناديهم. ده غير الجمهور اللي وصل للعيبة ان الماتش ده يا هنكسبه يا هنكسبه. ما هو مش بعد كل اللي اتقال قبل الماتش ده تيجي انت تخسر عادي، ده انت يبقى خسارة فيك اللقمة والعيشة اصلا. جينا اليوم الماتش اللي جوميز بدأ فيه بعواد بدل من صبحي اللي اتصاب في آخر تمرينة، بنتايج شمال وعمر يمين، وفي القلب حسام وحمزة، قدامهم دونجا وعبد الله وناصر ماهر، شمال شلبي يمين زيزو، قدامهم الجزيري. تشكيل كان خايف منه معظم الناس، وتحديدا باللعب بدونجا لوحده قصاد 3 في خط وسط الأهلي، وإن كان لازم شحاتة جنب دونجا عشان نأمن نص ملعبنا. لكن كالعادة جوميز بيطبق وبيعمل اللي هو عايزه حتى لو ما عجبش كتير من الناس. بدأ الزمالك الماتش بشكل كويس واللعيبة باين عليها مركزة، بنتايج باين عليه لعيب جامد اهو، مع ان اعلام بلدنا مأكد لي ان جوميز مش مقتنع بيه وعايزه يمشي. لحد ما جت الدقيقة 35 كورة خدها أكرم ودخلت 18 وشاطها ضعيفة في ايد عواد وخلصت الهجمة على كده. لا لعيبة الأهلي اتكلمت ولا جهاز فني ولا جماهير في الملعب ولا حتى أكرم نفسه. لكن فجأة لقينا الحكم رايح يراجع الفار بيشوفها ويرجع يحسب ضربة جزاء من وحي خيال المؤلف. كانت النتيجة إن لعيبة الزمالك اتعصبت واعترضت بقوة، لدرجة إن الجزيري كان خلاص هيضرب الحكم الليبي الملاكي أبو إقامة ذهبية في السعودية. على الناحية التانية لقينا دونجا ماسك مدام إلهام فشخها، لدرجة إن اللعيبة شدوه مرة واتنين وهو حالف إنه والله ما هيسيبها. فكرني بطارق وهو بيتطرقع لكهربا في سوبر 19، وهو ده المطلوب مع الأشكال الوسخة اللي زي العيال دي. بعدها لعيبة الزمالك خرجت من الملعب ولمت بعضها، وبيني وبينكم أنا بعد المشهد ده خفت الماتش يهرب مننا ولعبتنا تفك. لكن رجعوا الملعب وتنفذت ضربة الجزاء وسجلها وسام 1-0 للأهلي من اللا شيء. لكن لعيبة الزمالك كانوا رجالة وكملوا ضغط لحد ما جت كورة دونجا مع عمر كمال، لكن لا الفار استدعاه ولا هو شافها. ما هو مستحيل يا جماعة بصراحة، مش شايفين مين قاعد فوق وعمال يتنطط مع كل كرة للأهلي، والاسم هو اللي منظم الماتش والمفروض يبقى محايد. طب بالله عليكم يقدر يقعد في ماتش بين فريقين من بلده
ويدي رد فعل سواء بالفرح أو الزعل لأي فريق منهم. عارف ليه؟ لأنه لو عمل كده الجمهور السعودي مش هيحله، لكن احنا عادي يا جماعة. المهم إن خلص الشوط الأولاني على كده. بدأ الزمالك الشوط الثاني بضغط وقوة واستحواذ، وكأن اللي حصل الشوط الأول ما أثرش فيهم، لحد ما جوميز قرر يغير وينزل عمر فرج والسوبر ناصر منسي، وفي مفيش ثواني ويحيى بيعمل أحلى كعب يقطع عمر فرج ويديها لعمر جابر اللي بيكمل ويرفع عينه ويعرضها لمنسي اللي بيحطها ولا كأنه الظاهرة في زمانه عشان يتعادل الزمالك وتبقى النتيجة 1-1. ويكمل الزمالك ضغط بكل قوة عشان يجيب هدف الفوز، لكن ربنا ما أردش وخلص الماتش ورحنا لركلات الترجيح. بتبدأ ضربات الجزاء وكله بيقول يا رب الأهلي هيشوط الأول. رامي ربيعة بيخش ويسجل ويحتفل وكأن الماتش خلصان ليهم. بيخش من عندنا الأسطوري عبد الله السعيد ويسجل في بطن الشبكة. بعدها بيخش عمر كمال وبيسجل وبيحتفل نفس احتفال رامي، والتقليل والاستفزاز مستمر حتى في ضربات الجزاء. بعديها بيجي الدور على الرجولة حمزة ويسجلها عشان يخش من الأهلي حبيب قلبي يحيى عطية الله صفقة الأهلي الجديدة، لكن عواد في الميعاد ويدي الفرصة إن الزمالك يتقدم. بعدها بيجي الدور على منسي. خلي بالك أهم ضربة بتبقى بعد الضربة اللي الخصم بيضيعها. بيخش منسي وبمنتهى البرود بيرشقها للشناوي في نص الجون ويرد عليهم وينام ويدبح من غير حتى ما يسمي. بعدها يجي الدور على طاهر ويسجل. بعدها بنلاقي جاي من الزمالك مين؟ حسام عبد المجيد. كله كان خايف منه، ومش بس كده، دي اكتر ضربة الاهلاوية كانوا عندهم امل انها تضيع، لكن حسام صغير السن كبير المقام بيخش ويثبت ويسجل عشان الزمالك يقرب. بعدها يجي الدور على نجم الاهلي وهدافه وسام عشان يخش ويرزعها في العارضة ويعلن الزمالك بطل السوبر الافريقي، الزمالك بطل سوبر القرن، الزمالك بطل ابطال افريقيا، الزمالك زي ما قال الشوالي بطل نهائي الفصلة. صحيح خلص سوبر القرن على كده، لكن لسه في حاجات ما خلصتش. بداية من الكفيل اللي شيكا كان خلاص تكة وهيجننه. بص شيكا هو بيرقصه وبيحتفل قدامه، بص شيكا هو بيرقص بالكاس قصاده عشان يمشيه وهو عينه في الارض. ومن شيكا لعبد الله اللي عمل احتفال جوز الهلافيت بتوعهم، بس مش في التدريب، لا ده في الماتش بعد ما داس على الوش بره وجوه الملعب. بعدها بيطلع شيكا وزيزو مع ابراهيم فايق وبيردوا على الكل ويعرفوهم ان الزمالك نادي كبير وكبير قوي كمان، ومش احنا ولا نادينا اللي يتقال علينا هتشيله والاحسن ما تسافروش. احنا الزمالك وهنفضل الزمالك مهما حصل ومهما مرت علينا ظروف صعبة. احنا الزمالك اللي لا بنموت ولا بنخلص، احنا الزمالك اللي مهما نقع هنقوم، احنا الزمالك اللي الواحد مننا ب20. كالعادة جمهور الزمالك كان هو بطل الليلة وكل ليلة. الزمالك اللي جمهوره الوحيد في العالم اللي قادر يكون مؤثر في مشوار ناديه للبطولة. كل الجماهير بتكون مجرد رد فعل لنتائج فريقها سواء بالفوز أو الخسارة، إلا جمهور الزمالك هو الوحيد اللي بيمد إيده لفرقته ويشدها وياخد بإيد لاعبته للبطولة. مفيش خسارة ولا ظروف ومشاكل فاق بعدها الزمالك إلا والجماهير هي السبب. مفيش بطولة كسبها الزمالك إلا والجماهير كانت هي السبب الأول فيها بعد ربنا سبحانه وتعالى. المجد كل المجد لجماهير الزمالك اللي بسببها النادي ده بقى هو الزمالك. في النهاية الواحد مش مصدق إننا هنا النهاردة، مش عشان الفوز لأن الطبيعي إن الزمالك يفوز، لكن اللي مش طبيعي إن بعد كل اللي حصل في الزمالك ده من المعتوه وعياله الزمالك يكون هنا النهاردة. المعتوه اللي مفهم الأرامل بتوعه إنه كان ناجح، والهقص ده في 20 سنة أغلبها كان هو اللي موجود، ما خدش غير بطولتين بس على المستوى الإفريقي، كونفدرالية 19 وسوبر 2020.
عشان يجي كابتن حسين لبيب ومجلسه يحققوا نفس الإنجاز لكن في 10 شهور. ولسه في ناس مش مقتنعة إن نادينا كان مخطوف. صحيح كل ده بقى من الماضي، ولكن لازم نفكر اللي مش فاكر ونعرف اللي مش عارف إن رغم كل الظروف دي الزمالك رجع لجمهوره وأبنائه، وبإذن الله هيرجع لمكانته. عاش الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر.